فيديو اليوم مختلفة. جيتكم بتجربتي تاع المنتجات تاع الوجه. رايحة نفيدكم بإذن الله، يعني راح نشارك معكم المنتجات اللي فادتني والمنتجات اللي ما فادتنيش، ونعطيكم الأسعار بإذن الرحمن. راح جاي الصيف راح تحتاجي هذه المنتجات، يعني تبيض الوجه وتعطي إشراقة. هذه البنات وبداو لي لا فيديو بهذيك الجام، ما تبخلونيش بهذيك الجام يا اخي، غير تعبزي برك. هاي البنات عبزوا هذاك الجام وخليو لي لا فيديو تطلع ويستفاد اكبر عدد ممكن من هذا لا فيديو، ومنها في نفس الوقت يدعموني يعني بتاع رفقات ولا بجام ولا. وحبيت نشكر كل وحده جبرت بخاطري في التعليقات. الله يجبر خاطركم، الله يعطيكم ما تتمناو، الله ينوركم، وربي يرزق كل وحده فيكم بكل حاجه تمناتها يا ربي. والله يا البنات ادعي وبارك وكل حاجه راح تتيسر وكل حاجه راح تتحقق باذن الرحمن. المهم انت ديري اليقين بربي انه هذيك الحاجه راح تتحقق لك وراح تتحقق باذن الرحمن. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير، ان شاء الله تكونوا كامل بصحه جيده. وشكرا قلت لكم كل وحده خليت لي تعليق محفز باش نكمل باش نواصل. شوفوا البنات بكل صراحه انا يعني لاشين هذه فتحتها باش نسترزق بها بكل صراحه. يكذب عليكم اللي تجي هنايا ضيع وقتها في اليوتيوب. بصح وشنو لازم تكون فيديوهات هادفه، فيديوهات مفيده. هاي البنات تقولوا لي راكي طولت علينا، هيا بداي. المهم البنات مرحبا بكم كامل. وشوفوا دوكا البنات رايحه نبدا لكم بالترتيب كما نقولوا حنا. شوفوا اول حاجه يعني راح نمد لكم المنتجات اللي نستعملهم ونمد لكم الطريقه كيفاش نستعملهم. شوفوا هذه حيل تاع حليب الماعز، صابون حليب الماعز. راهي تتباع هكذا وتتباع على شكل دائري مازال ما استعملتهاش. كامل يشكروا فيها. انا شريت هذيك اللي جايه كاري مرسومه فيها الراس تاع الماعز، جايه باطه بيضاء وزرقاء. نورمالمون راكم عرفتوها. شوفوا هذه قلت لكم عندي شهرين وانا ندير فيها ونشوفوا مازال يعني مازال تكملي واحد الشهر. نديرها صباح وعشوة في الليل، يعني في الروتين الصباحي في الروتين المسائي. اول حاجه دائما نغسل بها ودوك نعت لكم يعني الصابون ثاني اللي استفدت منهم من قبل. شوفوا ما تقعدوش حاكمين نفس الصابونه، يعني كي تكملوا حاولوا تبدلوا حاولوا تغيروا، لانه الوجه يعني هذيك يعني البشره راح تتعود لك على نفس الصابون، رايحه تولي يعني ما تستفادش من هذاك المنتج. حاولي انك تبدلي منه. قلت لكم نستعمل هذه اول حاجه. دوك حاليا راني نستعمل فيه هذه صابون حليب الماعز. واش ندير ثاني بعدها؟ هذه يوميا نديرها في الروتين الصباحي والروتين الليلي. في الروتين الصباحي ندير معاها كالي ديرم هذه تاع النهار، اي منها واقي ومنها يعني واقي الشمس ومنها ترطيب للوجه. هذه هي البنات، هذه يعني تهبل كالي ديرم راهي معروفه البنات. نستعمل هذه شحال وانا نستعمل فيها تقريبا يعني شهرين ومازال تاي في النص. اي هنايا تحكم لكم كي ديري نقطات برك تمشي تابليكيها في وجهك تمشي لك هيله وثمثم تشربها لابو. شوفوا نعطيكم السر باش تعرفي هذيك الكريمه مليحه كي تحطيها على وجهك ليه تتشرب البشره تاعك. هذيك الكريمه هذيك اعرفيها باللي مليحه. هذه اول حاجه الكريمه ترطيب تاع النهار هذه. وفي الليل ندير هذه كريمه ليليه نديرها في الليل. هذه ثاني ديري زغبه برك نفس الخدمه، يعني كي ديريها في لابو تاعك تتشرب ومليحه. هايله يا البنات اللي رايحه تشري. وشوفوا كل واحد والبشره تاعو، كاين اللي يتحسس وكاين اللي بشرته حساسه وكاين اللي ماشي حساسه. هذه انا يعني فادتني الحمد لله، عجبتني بزاف.
يعني نستعملها بشكل يومي. وباش تحافظي على البشرة تاعك اجباري 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 انه الترطيب يلعب دور في البشرة تاعك، دور كبير كبير كبير. هذه هي، لازم ترطبي في النهار، لازم يكون عندك روتين في النهار، يعني روتين صباحي وروتين ليلي، فهمتوا؟ هذه ثاني حاجة. وشوفوا هنا هذه نديرها مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، اللي هي وشنو؟ قماش جاي فيه حبيبات تاع الخيار، أنا خيرته تاع الخيار فيه حبيبات. ديري شوفوا المرة الأولى تغسلي بصابونة، ومن بعد تولي تابليكي هذا وتقعدي على شكل دائري، شكل دائري، ومن بعد رايحه تحسي وجهك كيما نقولوا حنايا فيه الحموريه، فيه تحسيه يحرق شويه. وشنو كي تكوني ديري على شكل دائري في وجهك، ما تضغطيش على وجهك، على بالنا بلي الوجه راه حساس، على بها ما تضغطوش بزاف، راهو راح يتجرح لك. ديري غير بشويه بشويه بشويه، واحد 5 دقائق 5 دقائق، وبعدها اغسلي وجهك. بعد ما تغسلي هنا وجهك واش ديري؟ هنا ديري هذه الماسك، الماسك ثاني خيرته تاع الخيار. كيما تخيري الكوماج خيري الماسك، نفس يعني نفس النوعيه. هنا تحكمي ثاني هذا، تحكمي ثاني هذا، تابليكيه على وجهك كامل كامل، وتخليه واحد 20 دقيقه، وتخدمي يعني شغلك وهو مابليكي على وجهك. شوفوا يا البنات، هادو يحكمولك واحد 3 اشهر 4 اشهر، يحكمولك عليه، لانه الشكل تاعهم نورمالمون يبان. شوف كبار كبار وفيهم يعني معمرين، يعني يحكمولك مده طويله. هذه قلت لكم نديرها مرتين في السمانه، ماشي بشرط ديري كوماج ديري معاه الماسك. هنا الكوماج قلت لكم ديروه مره في الاسبوع، والماسك تحبوا ديروا نهار بنهار يومين بنهار. انا واش ندير؟ نهار ندير هذه النوعيه نتاع كالي دارم، نهار ندير هذا، ونهار ندير هذه كريمه النيله الزرقاء. هذه يا البنات نازلي عابالكم يا البنات، هذه واش نقول لكم، تعطي لكم نتيجه فوريه فوريه فوريه. واش ندير؟ مرات نغسل غير بالصابونه هذه، وندير هذا القماش، ماشي القماش، الماسك هذا. شوفوا هذا تاع النيله الزرقاء، شوفوا البنات جاي كريمي، تابليكي على وجهك، وثاني تخليه واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق. هو يعني مليح تخليه واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه، او تحسيه نشف في وجهك. واش ديري كي ينشف في وجهك؟ هو اي ماسك كي ينشف في وجهك واش ديري؟ تبلي يديك وتقعدي تابليكي في وجهك، يعاود يتشمخ هذاك الماسك. ومن بعد واش ديري؟ تجيبي هذيك فوطه جايه قدا هكا راهم يتباعوا، تمسحي بها هذاك الماسك تاعك، ولا تجيبي هذوك الشرائح تاع القطنيه، هذوك الدوائر، وتمسحي بهم وجهك، ولا تغسلي وجهك عادي جدا. تغسليهم بعد تابليكي المرطب، قلت لكم اجباري، هنا المرطب اجباري. ديري تغسلي بالصابونه، ومن بعد ديري هذه كي تغسلي وجهك تعاودي تابليكي هذه هي البنات. وحبيت ثاني نشارك معكم هذا صابونه الشب، هذه مازال ما حليتهاش، انا شريتها من قبل وعجبتني بزاف ولقيتها لما خرجت لقيتها في طريقي، قلت نشريها لانه لا دات تاعها مازالت بعيده، قلت نشريها ونخبيها. هذه هي. وهذا ثاني لقيته في طريقي، قلت نشريه باش المره الجايه نديرو. هنا هذا على حسب النوعيه تاع البشره، انا شريته تاع البشره المختلطه. من قبل شريت انا البشره تاعي مختلطه، ومن قبل شريت ما تولحتش، شريت نتاع الجافه،
الجافه ما خرجش على وجهي. ايا شريت هذا تاع المختلطه والدهنيه، يعني انا البشره تاعي شويه جايه دهنيه في البلاصه تاعي النيف تحت الفم وفوق الجبهه، هذو البلايص اللي زيتوا لي بزاف. هذه هي، وعجبني بزاف. قلت لكم هذه سواليس ماركه راهي ثاني معروفه ومليحه هايله. ان شاء الله كي نكمل هذا الصابونه نولي نستعمل هذا، نكملو من بعدا باش نستعمل هذا. هكذا كما قلت لكم لازم تغيروا النوعيه. وهذا غني بالصبار، الصبار كيما على بالنا. شوفوا اللي عندها نبته الافضل والافضل ديري نبته يا البنات. واش نقول لكم الفوائد نتاع الصبار روعه 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 روعه، خاصه النباتي يعني الطبيعي. عبالكم البنات يخرج لكم وجهكم يلمع لمعان، والشعر ما نحكيوش خلاص. اذا حبيتوا خليوا لي في التعليقات نشارك معكم ثاني منتجات الشعر يهبلوا ويهبلوا ويهبلوا. يعني الاسعار في متناول الجميع، متناول الجميع، خاصه تاع الشعر روعه يا البنات روعه. هذا نديرو ثاني للبشره ومليح ثاني للشعر. هذه شحال شريتها؟ هذه شريتها ب68,000. هذه ب68,000 وهذه 35,000. هذه 25,000 وهذه 25,000 وهذه 35,000 وهذو كامل ب45 45,000 45,000. وهنا الاسعار كل واحد كيفاش يبيع، يعني كل ولايه كيفاش وكل حانوت ثاني كيفاش يبيع. هذه هي البنات، هذو من المنتجات التوعيه اللي نستعملهم يوميا، يعني بكل صراحه هايلين 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 كامل كيما راهم. وشنو حبيت وشنو انا فينيس كاين اللي خرجت عليهم، انا ما خرجتش عليا. وشنو دير لي تزيت لي البشره تاعي. وهذه هي البنات، ان شاء الله تكونوا استفدوا من لا فيديو تاعي تاع نهار اليوم. شنو البنات لازم تسهلوا في البشره تاعكم باش البشره تاعكم تكون كما تحبوا نتوما. وشنو اول حاجه؟ المياه، لازم تشربوا الماء بكثره. اقسم بالله يا البنات الماء يلعب دور كبير في البشره نتاعنا، ما يخليش البشره تنشف ويخلي البشره دائما ضاويه، يعني كيفاش نقولوا حنا متفتحه. فهمتوا؟ هنا ما تقولوش نبيض البشره تاعي، قولوا نفتح البشره تاعي باش تولي كيفاش نقولوا حنا الوجه يكون ناير ضاوي. فهمتوا؟ هذه هي. ولازم ثاني الاعتناء ثاني يلعب دور كبير، والاكل الصحي ثاني يلعب دور كبير. هذه هي الاكل الصحي وشرب الماء بزاف والاعتناء. حتى ما عندكش شوفوا الصابونه هذه والمرطب يكفيوك. واش ديري؟ كاين منتجات في الدار تاع القهوه تاع النشا تاع البيض، هذو كامل مجربتهم. انا كي نكمل هذه لاقام هذه نكملها. وشنو اللي ندير؟ نشري غير هذه وهذه تاع الليل وتاع النهار، واللي ما عندهمش يشري غير هذه برك والصابونه. وجهك يرجع هاك. وشنو لازم؟ قلت لكم المواد الطبيعيه تاع المنزل برك. اذا حبيتوا نشارك معكم ثاني يعني واش ديري غير من حوايج تاع الدار، وجهك يرجع علامه. كاينين اللي يجيهم تجاعيد المبكره، كاين اللي يخرجوا لهم الحبوب، كاين هذا كامل من الاعتناء ما كانش. كما يقول لك كيفاش يقولوا، المهم راح نجيب لكم هذاك المثال اختي اللي صاحب لي. شوفوا المهم اعتني بالبشره تاعك قبل ما تطفر. فهمتوا؟ لازم تهتمي بالبشره تاعك قبل ما يروح الحال ومن بعد تولي تخسري عليها، ومن بعد الوقت تولي ما تقدريش تشوفي روحك في المرايه. يا اختي الاعتناء يلعب دور كبير. ان شاء الله نكون ما طولتش عليكم يا البنات، وما تنسانيش بهذاك الجانب اذا استفدتوا من لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم. وان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. اذا حابين كاش حاجه ولا حابين نفيدكم باي حاجه خلي لي في التعليقات. ومع السلامه الى فيديو قادمه ان شاء الله. مع السلامه بنات.